السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. النهارده بقى يا صباح الفل، يا صباح الرقة والجمال والدقيق كمان. يعني علينا النهارده عجينة. هنشتغل النهارده، هعمل لكم شوية حواوشي اسكندراني، انما ايه زي العسل. معايا كده الدقيق بتاعي، حطيت عليه نص كوباية زيت، والخميرة بتاعتي طبعا ده عليه كيلو دقيق. طيب هتعجني بايه؟ انا ده هعجن بمية دافية يا جماعة، ده عشان احنا في السقعة، في اجواء السقعة كده، علشان العجينة بتاعتي تخمر بسرعة يا جماعة وما تاخدش معايا وقت. تمام، نشتغل كده يلا ونعجن كده. وما تنسوش تصلوا على النبي يا جماعة. عجينة اقتصادية موفرة وسهلة جدا، وكمان حواوشي. عشاق الحواوشي يجمعوا هنا يا جماعة، عند وصفاتنا ده شطورة. نحط كده في المية ونعجن اهو. وطبعا انا كنت ضافيه شويه ملح على الدقيق، ما تنسوهمش. وبرضو الخميره انا كنت حاطه في الخميره ميه دافيه والخميره ومعلقه سكر. يعني التكات دي انتوا طبعا عارفينها. شايفين كده؟ نضيف كده في الميه ونعجن، نضيف كده في الميه ونعجن اهو. ما تنسوش تصلوا على النبي. اهو طبعا يا جماعة دي العجينة بتاعتي أصلية، بتتعجن بخميرة ومية وملح والزيت. اللي حابب يضيف لها يعني يكون ليها طعم أحلى، زي مثلا لبن بودر، اللبن العادي، يعني يضيف أهلا وسهلا بيها. دي بس هتخلي طعمها زي العسل. بس عجينتي عجينة أصلية، مش هضيف عليها ولا أي حاجة. أنا حباها كده يا جماعة اهو، لاني لسه هضيف اللحمه وكده وعصاج وجبنه موتزاريلا وحركات وتكات. واتفرجوا معايا لاخر الفيديو. كده يا جماعة سايباها اهو، العجينة بتخمر. وحضرت معايا لحمة وفلفل وخضرة وكمان البصل بتاعي. يعني الحواوشي عايزين احمر اخضر ابيض، مفيش اكتر ولا اقل من كده. تمام. ومعايا هنا شوية ملح وشوية فلفل وتوابل اللحمة، مفيش برضو اكتر من كده، ما ضفتش اي حاجة تاني. بس كده يلا كده نخلطهم مع بعض. معايا كده نص كيلو لحمة، عليهم بصلتين كده طبعا مفرومين اهو بالشكل ده. معايا كمان نص ربطة خضرة اهو برضو. ومعايا كمان هنا شوية فلفل بارد، ودول حراجين عشان يدي كده حراق كده سنة، فاهمين؟ عشان تبقى زي العسل يا جماعة وفي حتة تاني خالص. ونديها يلا كده خلطة مع إضافة التوابل، ملح والفلفل وتوابل اللحمة. ويلا كده نخلط بسم الله. حاجة كده زي العسل يا جماعة، هي دي مفيش أكتر ولا أقل. تحضروا المقادير دي معايا، الحشوة بتاعت اللحمة، علشان يكون يعني العجينة بتاعتي خمرت. ندي كده قليبة قليبة قليبة. يا جمال الألوان يا جماعة، ايه الألوان الحلوة دي؟ ايه الألوان اللي زي العسل دي على الصبح؟ تعملوها كده في الغدا، إنما ايه زي العسل. عايزين تحضروها في العشاء برضو زي العسل يا جماعة، وخصوصا كده في جوع نص الليل يا جماعة اللي بيبقى على 4 الفجر. وطبعا يا جماعة ده بيكون خفيف عن الحواوشي العادي، يعني لأن اديكم شايفين مفهوش أي دهون يا جماعة. بالشكل كده اهو اديناها قليبة. شايفين المنظر كده ينعش يا جماعة نفسه بالشكل ده كده اهو. حاجة كده زي العسل.
وادينا له كده حتة تقليبة، ويلا كده نستنى شوية تكون الخميرة بتاعتي والعجينة بتاعتي كده خمرت. شايفين الجمال؟ بتخمر بسرعة يا جماعة عشان عجينها بمية دافية. شايفين كده يا جماعة العجينة بتاعتي خمرت بالشكل ده، حاجة كده زي العسل. يلا كده هبتدي اقطع كده العجينة كلها بتاعتي دواير اهو بالشكل ده كده، ونظبطها اهو. وبعد كده ما قطعنا كل الجمال ده هنبتدي نشتغل. يلا نمسك كده اول واحدة كده ونصلي كده على رسول الله، ونفرد نفرد 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 العجينة بتاعتي اهو. عايزين نفردها يا جماعة بس مش قوي، يعني نفردها على شكل دايرة اهو. شايفين انا فردتها ازاي بكل سهولة. معايا كده اللحمة بتاعتي بالشكل ده، هبتدي اخدها هعمل نص الدايرة بس بالشكل ده كده اهو اهو. بس كده هنحط كمان شوية جبنة موتزاريلا عليها اهو، دي اضافة مني، يعني ممكن تحطوا جبنة رومي، ممكن ما تضيفوش يعني حاجة خالص. تمام. وبعد كده هنروح نجيب ده كده اهو. شايفين انا جبتها ازاي سهلة على كده. يلا هنيجي في الاطراف دي هنروح نعملها كده اهي 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 اهي. شايفين انا بعملها ازاي اهو، سهلة جدا عشان ما تتفتحش معانا يعني اهو اهو اهو. شايفين الجمال؟ طلعت كده حاجة كده زي القمر، حاجة كده ليها تفاصيلها وجمالها. يلا كده نحط كده في الصينية بتاعتنا اهو. طبعا الصينية فيها زيت، ونبتدي نشتغل. يلا واحدة كمان. يلا كده اهو، ونصلوا على رسول الله ونقولوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يلا كده لكل حبايبي واصحابي يقوموا يشتغلوا ويعملوا برضو زيي. عايزة كده احلى الوصفات تتعلموها من وصفاتنا ده الشطورة. وطبعا يا جماعة في ممكن نعمل فكرة ان احنا نحط اللحمة بتاعتنا في الرغيف كله والجبنة الموتزاريلا فوقيها، وبعد كده نحط نفرد واحدة كمان ونحطها في الوش، ويبقى معايا رغيف كامل بدل ما نعملوه بالنص بالشكل ده. يعني انا حابة اعمل في النص، لكن لو حابين تعملوا كرغيف كامل يعني متاح ليكم. يلا كده اهو بالشكل ده، ونحط موتزاريلا اهو حاجة كده زي العسل والوانات زي العسل. نجيب الطبقة دي كده اهو، باجت على الاطراف كلها. يلا هنعمل ايه؟ هنعمل احنا هنجيب دي كده دي كده دي كده دي كده. شايفين؟ عشان نقفلها ومدية شكل عسل يا جماعة اهو 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 اهو. اخد حتة بحطها فوقيها اهو. شايفين الجمال؟ ويلا كده على جنب اختها، ويلا نعمل واحدة كمان.
شايفين الجمال والحلاوة. طبعا من بواقي العجين طبعا عشان خلصت اللحمة والموتزاريلا هنرمي العجين، لا احنا عملناها بالجبنة المالحة وشوية فلفل كده، وعملت الدواير دول 3 و3 بالشكل ده، وباقي عملته كله باللحمة والموتزاريلا زي ما وريتكم. ويلا بقى عشان اولع الفرن عشان تسخن، عشان نحط الصواني كلها بتاعتي. شايفين الجمال؟ حاجة كده تفتح النفس يا جماعة. تسلم ايدي يا جماعة بقى، تسلم ايدي على الجمال والحلاوة دي. انا متشوقة للنتيجة، طبعا كلكم متشوقين للنتيجة زيي، فيلا بينا ندخل الفرن. يا جماعة بعد ما طلعته من الفرن بالشكل ده، شايفين الجمال؟ بصوا كده، بصوا على الجمال والحركات والتكات، شايفين كده التحمير، وبصوا من تحت حاجة كده في منتهى الجمال يا جماعة. نحطه كده في طبق التقديم كده علشان نقطع. الله أكبر، الله أكبر يا جماعة على الجمال. شايفين الجمال؟ بصوا الجمال، شايفين الجبنة والموتزاريلا واللحمة؟ حاجة كده خيالي يا جماعة، وبتشد وطعمها ايه زي العسل. شايفين كده اللحمة مستوية خالص اهو. شايفين الجمال؟ انا حبيت اوريكم. شايفين الجبنة الموتزاريلا فيها حاجة كده بمنتهى الجمال، وطعمها خيالي يا جماعة. الله أكبر، بصوا كده حاجة كده في منتهى الجمال، جميلة جميلة جميلة. تعالوا كده نقطع مع بعض كمان حتة اهو. الله اكبر، لسه طالعة من الفرن حالا يا جماعة. شايفين اللحمة؟ لو عجبتكم بقى الوصفة بتاعتي متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة. لو عجبتكم الوصفة زي العسل دي، السلام عليكم.